سألت نفسك ليه في زماننا الحالي الطلاق بقى سهل، وليه الناس بتحب بعض حب صادق وفجأة بيبعدوا عن بعض من غير سبب واضح؟ وليه اتنين كانوا متفاهمين وضحكة واحدة بتجمعهم وفجأة الاتنين مش قادرين يستحملوا نفسهم؟ ايه السر وراء الانفصالات المتكررة؟ ليه العلاقات بتقع؟ وليه الحب بيتبخر؟ اللي هقوله لك دلوقتي مش كلام رومانسي ولا نصايح علاقات، ده عمق نفسي حقيقي لكن محدش بياخد باله منه. الحقيقة إن العلاقات مش بتقع لأن الحب خلص، لكن العلاقات بتقع لأن الجروح الداخلية قامت من النوم. العلاقات بتقع لما الجروح القديمة بتتقابل وتصطدم ببعض وتخلق عدم توافق داخلي بين الاتنين. العلاقات مش بتبقى بين شخصين وبس، لكن العلاقات بتبقى بين 4 طرفين العلاقة، انت وهي أو انت وهو، وجرحك وجرحه. والناس بتفتكر ان المشكلة بينكم انتوا الاتنين، لكن السبب العميق ان المشكلة بتحصل لما جرح يقابل جرح وصدمة تقابل صدمة ومعتقد سلبي يصطدم بمعتقد سلبي تاني. وده اللي محدش فاهمه، الحقيقة العميقة اللي محدش بيتكلم عنها، ان العلاقات مش بتفشل بسبب اللي بيحصل بين اتنين، وان العلاقات مش بتقع علشان اللي قدامك وحش ومش مناسب، لكن العلاقات بتفشل بسبب اللي حاصل جوه كل واحد فيكم، لان جواكم جروح مش متشافية وعندكم احتياجات عاطفية غير مشبعة من الطفولة. لأن كل واحد فينا بيدخل العلاقة بجروح عاطفية، بمعتقدات اتزرعت جواه، بصدمات نفسية لسه شغالة جواه، بخوف، بعدم ثقة، بهروب، بفقدان الأمان، بتكرار مؤذي نفس الدايرة، باحتياج كبير للحب والأمان والحنان والاحتواء. كل ده هو الصخرة الكبيرة اللي واقفة زي السد في طريق كل العلاقات، وبتعوق توافقنا من الداخل وانسجامنا الداخلي مع بعض. علشان كده العلاقة بتتحول لساحة معركة نفسية، العلاقة بتتحول لساحة دفاع مش حضن وأمان. كل واحد من الطرفين بيحارب شبح مش شريك حياته. عشان كده بينهار التوافق النفسي ما بينهم وتنهار العلاقة حتى لو الحب قوي، لأن الاتنين دخلوا بعاطفة بس ما دخلوش بوعي لجروحهم. مثلا نلاقي واحدة مقتنعة إن كل الرجالة مالهمش أمان، فنلاقيها حتى لو كانت في علاقة مع الراجل الأمين المخلص الصادق في حبه ليها، لكن في صوت بيصرخ جواها: اوعي تصدقي، لازم تخافي، افتكري اللي حصل زمان. هتبدأ تتوتر وتبعد وتشك وتتغير معاه لحد ما العلاقة بتموت وهي مش عارفة ليه. وممكن كمان نلاقي راجل مقتنع ان كل البنات مستغلة وعايزة فلوسه بس، بيجي يحب بنت مخلصة قلبها ابيض بتحبه من قلبها بصدق، لكن جواه صوت بيصرخ بيشده لورا: ما تصدقش، دي اكيد بتمثل، خد بالك، افتكر اللي حصل زمان. ومهما كانت بتحبه عمره ما بيحس بالامان معاها، لانه شايف صدمة قديمة لسه شغالة جواه. اغلب العلاقات مش بتموت من الخلاف، لكن بتموت من الخوف، من اللاواعي اللي بيعيد نفس السيناريو، من الطفل الداخلي اللي لسه محتاج حضن مش حرب، من سدود عدم التوافق الداخلي اللي خلقته جروحهم وصدماتهم ومعتقداتهم جواهم. الأصعب إن الجروح دي مش بس في العلاقات العاطفية، دي في الإخوات والأصدقاء وزملاء الشغل، وأحيانا بيننا وبين نفسنا كمان. والحقيقة الكاملة إن مفيش علاقة تتعافى قبل ما صاحبها يتعافى، وعشان كده اللي بيصلح علاقاته هو اللي بيصلح نفسه الأول، واللي بيحب بجد هو اللي بيعالج اللي جوه قبل ما يطلب من اللي قدامه يتغير. اللي بيفهم جرحه بيعرف يحب صح، واللي بيشفي معتقده بيعرف